يلا بينا قوام نعمل احلى رز بلبن بقى في اجازة الصيف. وطبعا لازم نعمل الاكلات الحلوة اللي تسلينا وتدينا نكهة حلوة وترطب علينا حر الصيف. وده احلى رز بلبن. وعندك نص كوباية من الرز او كوباية الا ربع منقوعة. انا سبتها تغلي في المية، وبعد كده ضفت عليه حوالي لتر من الحليب ومعلقة من القشطة، وسبتهم كده ياخدوا مع بعض على نار هادية لغاية ما بقى كريمي ودايب معايا كده. وهبتدي على طول. عندي بقى هنا عندي بقى هنا حوالي لتر من الحليب. حطيت عليه معلقتين كريم شانتيه، حطيت عليه حوالي نص كوباية من القشطة، حطيت عليه حوالي من نص كوباية لكوباية الا ربع سكر وباكو فانيليا، وحطيت معلقة من النشا. هقلب بقى، ولا دوشة حلل ولا كوبايات ولا اي حاجة. حلة سلقنا فيها، وحلة حطينا فيها كل الخلطة اللي قلتلك عليها. هنقلب قلوبة حلوة، وبعد كده هنحط المكونات على بعضها. نزلنا بقى بالمكونات كده على بعضها، يا دوب هحس كده ان هو غلى غلوة واحدة، وهروح مطفية عليه وهغرفه. هنتفرج بقى عليه وهو طالع من التلاجة. الله، احلى وش رز بلبن باحلى طعم بتكات وحركات المحلات. اللهم بارك. نص كوباية رز، والله فعليا نص كوباية رز. واقل من حوالي كيلو لبن او كيلو لبن عملوا معايا حوالي 7 اطباق رز بلبن غنيين بالقشطة والكريم شانتيه. والطبق كبير ومليان مش صغير. طبعا بقى عايزه تزينيه باي مكسرات عندك، عايزه تسيبيه ساده، انا عندي الولاد بيحبوا كده وكده. عايزه تحطي بقى فارماسيل كده، تعملي شويه الوان حلوه. بالف هنا وبالف شفا. كل الحكايه ان احنا نص كوبايه الرز غلت واستوت على نار هاديه جدا جدا في حوالي لتر ميه او 4 كوبايات من الميه. وبعد كده لما ابتدى يستوى حطيت له حوالي كوبايه لبن ومعلقه قشطه، اخد طعم لبن وقشطه وهو بيستوي. وفي حوالي نص كيلو لبن حطيت معلقتين كريم شانتيه، معلقتين من القشطه، باكو فانيليا. وحطيت حوالي 6 7 معالق سكر كبار، يعني من نص كوبايه لكوبايه الا ربع، ومعلقه او معلقتين نشا حسب ما هتحسي القوام معاكي. وهيطلع كده. طبعا بقى هوريهولك وهو طالع من التلاجة هيبقى وشه كريمي وتحفه. طلع بقى من التلاجة، مش عايزه اقول لكم طعمه كريمي كريمي جميل جدا. وبألف هنا وشفا. واعملي التكات والحاجات البسيطه دي بأقل تكلفه. وصفات اقتصاديه مع لوكا وأوشا.